دلوقتي بعد خبرة حضرتك التي لا تتعدى ال 15 دقيقة في علم الهيستولوجي، عرفت ان احنا عندنا في حاجة اسمها الاورجانيلز او العضيات، وان العضيات دي هي اهم حاجة موجودة داخل خلايا الانسان. فاحنا محتاجين نعرف بقى ايه قصة العضيات او ايه الانواع بتاعتها. مبدئيا يا اولاد انا عندي تو تايبس من الاورجانيلز، يعني في نوعين من العضيات. في عضيات بنسميها ممبرينس وفي عضيات بنسميها نون ممبرينس. يبقى اول نوع من العضيات في حاجة اسمها او من الاورجانيلز في حاجة اسمها ممبرينس اورجانيلز، وفي حاجة اسمها نون ممبرينس اورجانيلز. يعني ايه الكلام ده؟ وبناء على ايه بتكون العضيه ممبرينس او نون ممبرينس؟ بص يا سيدي، كلمه ممبرينس يا اولاد معناها عضيات مغلفه، يعني عضيه عليها غلاف. كلمه نون ممبرينس يعني عضيات بدون غلاف. برضو واحد هيقول لي انا مش فاهم، ممكن تفهمني اكتر؟ اقول لحضرتك على حاجه. بص يا اولاد، لو انا عندي دي خليه يا اولاد مثلا يا اولاد، من ضمن العضيات حاجه اسمها ميتوكوندريا. الميتوكوندريا دي بتكون احد العضيات اللي عليها غلاف، بتكون مغلفه، فكده هي تعتبر ممبرينس اورجانيل. يبقى حضرتك فهمت يعني ايه كلمه ممبرينس؟ ممبرينس معناها ان العضيه دي بيكون عليها غلاف. وكلمه نون ممبرينس معناها ان في عضيات زي مثلا الريبوزوم ده بيبقى بدون غلاف، مفيش عليه كفر، يعني مفيش غلاف بيغطيه. يبقى انا دلوقتي عرفت ان العضيات حاجه من الاثنين، يا اما العضيات دي او الاورجانيلز في حاجه اسمها ممبرينس وفي حاجه اسمها نون ممبرينس. ممبرينس اورجانيلز معناها عضيات مغلفه عليها غلاف، نون ممبرينس يعني عضيات بس بدون غلاف. سؤال بقى للناس الاذكياء، لان خلي بال حضرتك برضو انا ببدا اعلى معاك في الافكار شويه بشويه، احنا لسه بنبدا بس انا محتاج حضرتك تفكر معايا كده شويه. ايه اللي بيخلي عضيه يعني اشمعنى الممبرينس دول عليهم غلاف والنون ممبرينس بدون غلاف؟ يعني انا اخترت بناء على ايه الحاجات اللي يكون عليها غلاف او مش عليها غلاف؟ بصوا يا اولاد، الغلاف او عدم الغلاف بيكون عباره عن خطوره الاورجانيل دي. يعني ايه؟ مثلا يا اولاد، الميتوكوندريا دي بيكون فيها انزيمز كتير، فطبعا الانزيمات دي لو اتسربت وطلعت براها وطلعت في السيتوبلازم ممكن الخليه اصلا نفسها تموت. فلازم الميتوكوندريا دي تكون متغلفه كويس. واضح كده ان العضيات اللي اسمها ممبرينس اللي بيكون عليها غلاف، العضيات دي بتكون خطر، بيكون جواها انزيمز، فانا خايف ان الانزيمات دي تتسرب وتعمل مشاكل جوه الخليه، فلا بد ان الاورجانيلز دي تكون ممبرينس. لكن النون ممبرينس اورجانيلز اللي هي العضيات اللي بدون غلاف ما بيكونش فيها انزيمز، فما فيهاش خطوره عاليه على الخليه، ولذلك بتكون بدون غلاف. يبقى حضرتك عرفت ان الجماعه الممبرينس دول بيكونوا كونتين انزيمز، يعني جواهم انزيمات. انما دول بيكونوا نون ممبرينس، مش محتاج احط عليهم غلاف لان ما فيهمش انزيمز كتير خطر على الخليه. يبقى حضرتك دلوقتي عرفت ان العضيات، ركز بقى معايا عشان هنبدا دلوقتي فكره جديده. العضيات اللي موجوده في الخليه في منها تو تايبس، في منها نوعين، في عضيات ممبرينس وفي نون ممبرينس. ممبرينس يعني مغلفه عليها غلاف، ودي بتكون خطر شويه ان بيكون جواها انزيمز، والانزيمز اللي جواها دي لو اتسربت في الخليه ممكن تعمل مشكله في الخليه. لكن في النوع الثاني من العضيات اللي هو النون ممبرينس، ده بيكون بدون غلاف وبيكون مش خطر قوي على الخليه لان هو ما فيهوش اصلا من الداخل انزيمز. طيب المفروض ان احنا دلوقتي نبدا بقى نشوف ايه العضيات اللي عندنا ونبدا ندرسها، ولكن في حاجه تانية انا محتاج اعلمها لحضرتك. احنا كده عرفنا يعني ايه كلمه مايند ماب او خرائط ذهنيه، انا محتاج اعلم حضرتك حاجه اسمها سكيم. يعني ايه سكيم؟ سكيم يعني هيكل الدرس. يعني ايه يا اولاد هيكل الدرس؟ انا المفروض دلوقتي يا اولاد هندرس العضيات. العضيات دول عددهم كتير جدا، يعني مثلا نقول هندرس 10 حاجات. طبعا ما ينفعش ان انا ادرس ال10 حاجات بشكل عشوائي، وانما ينبغي ان انا اكون عارف كل عضيه او كل درس من الحاجات اللي انا هدرسها، وكل عضيه من العضيات ايه الحاجات اللي انا محتاج اعرفها جوه الدرس. فدي حاجه بنسميها سكيم، يعني الهيكل العام للدروس داخل الشابتر. فدايما انا حضرتك لما باجي اشرح لك اي شابتر، اول حاجه بعمل لك خريطه افهمك ايه اللي فيه، زي ما انت فهمت ايه اللي في الخليه دلوقتي وعرفت ان اهم حاجه العضيات. طيب احنا بقى هنبدا ندرس العضيات، لازم اقول لك هو كل عضيه المفروض تعرف فيها ايه الحاجات اللي انت ما تتنقلش من درس للتاني الا لما تتاكد ان انت عرفتها خلاص. يلا بينا نشوف ايه قصه السكيم. بصوا يا اولاد، المفروض ان احنا لما نيجي نتكلم عن اي عضيه او اورجانيل من الاورجانيلز اللي موجوده جوه الخليه، المفروض اول حاجه هتلاقي دايما في الكتاب بيقول لك definition يعني تعريف. يبقى اذا اي حاجه احنا هندرسها لابد في الاول نعمل لها definition، تعريف. بعد كده هتلاقيه كاتب لك حضرتك حاجه اسمها ام. واحد يقول لك ايه ام دي، سجاير ولا ايه؟ لا، ام هو اختصار لحاجه اسمها لايت مايكروسكوبيك بيكتشر، صوره هذه العضيه تحت الميكروسكوب الضوئي. طبعا احنا عندنا في الهيستولوجي اي حاجه بندرسها بنبص عليها مرتين، مره باللايت مايكروسكوب ومره بالالكترون مايكروسكوب. فالميكروسكوب الضوئي بنسميه ام اللي هو لايت مايكروسكوب. فاحنا هنبدا بقى مثلا العضيه اللي احنا بندرسها ونفترض انها ميتوكوندريا، هبدا بقى احط الميتوكوندريا تحت الميكروسكوب الضوئي كده وابص عليها واشوف، اقول والله ده انا مثلا شايف الميتوكوندريا دي
لونها احمر وشكلها بيضاوي، ده كده اسمه وصف الميتوكوندريا تحت اللايت مايكروسكوب، او اسمه لايت مايكروسكوبيك بيكتشر، لكن احنا طبعا بنستخدمها اختصار بنقول ال ام. حتى في الامتحان بيجي لك كده، يعني مثلا ممكن يقول لك يتكلم عن ال ام بيكتشر اوف مثلا ميتوكوندري. فانت كده حضرتك ان عرفت ان اي نوع من العضيات في الغالب بيكون يا اولاد فيه 5 حاجات في الدرس. اول حاجه الديفينيشن، تعريف. بعد كده بيقول لك شكل العضيه دي عامل ازاي تحت اللايت مايكروسكوب. بعد كده بيقول لك شكل العضيه دي عامل ازاي تحت الالكترون مايكروسكوب. طبعا هنعرف دلوقتي ايه الفروقات ما بين اللايت والالكترون مايكروسكوب، ولكن فروقات باختصار. انما احنا ان شاء الله في المنهج نفسه هندرس الحاجات زي ما قلت لك بالظبط، ونقراها كمان من الكتاب ونحل عليها، فحضرتك هتتمكن من الموضوع. لكن انا حالا بعمل لك زي انترودكشن كده او مقدمه اساسيه قبل ما تدخل في المنهج وتذاكر. لازم تكون سمعت الكلام اللي انا بتكلم فيه دلوقتي، لانه هيفرق معاك جدا، بيرتب دماغك كويس. طيب، فاحنا عرفنا ان اي حاجه من العضلات هنتكلم اول حاجه عن الديفينيشن بتاعها، وبعدين نشوف شكلها تحت اللايت مايكروسكوب، بعدين نشوف شكلها تحت الالكترون مايكروسكوب، وبعدين نشوف ايه الفانكشن بتاعتها، يعني ايه الوظيفه، يعني العضيه دي بتعمل ايه. واحد يقول لك وانا ليه ادرس الوظيفه؟ ما حضرتك لو عرفت ايه وظيفتها هتبقى عارف ايه الكلينيكال بوينتس ريليتد ليها. يعني ايه؟ يعني هتبقى عارف الامراض المتعلقه بهذا الدرس. يعني مثلا احنا درسنا الميتوكوندريا، قلنا هي بتصنع طاقه فباظت، ايه رايك؟ يبقى اذا اللي هيحصل مشاكل في الطاقه، في الشخص هيعاني من مشاكل في العضلات، ده اسمه كلينيكال بوينتس او كلينيكال نوتس. ان احنا الدرس اللي عندنا بنعمل عليه او بنشوف ايه الامراض المتعلقه بهذا الدرس. يبقى حضرتك عندنا تقريبا 5 نقاط: ديفينيشن، تعريف العضيه اللي احنا بندرسها، ثم اللايت مايكروسكوبيك بيكتشر، ثم الالكترون مايكروسكوبيك بيكتشر، ثم وظيفه هذه العضيه، ثم الكلينيكال نوتس، الامراض المتعلقه بهذا الدرس. يعني هسأل حضرتك سؤال: احنا دلوقتي مثلا هنبدأ بحاجة اسمها ميتوكوندريا مثلا، او سيل ممبرين، او ريبوزوم، او ار اي ار، او اس تي ار، او ايه دول كلهم؟ دول العضيات اللي في الخلية. اي حاجة من دول هتدرسها لابد ان حضرتك تدرس فيها 5 حاجات: التعريف بتاعها، شكلها تحت اللايت مايكروسكوب، شكلها تحت الالكترون مايكروسكوب، والوظيفة بتاعت هذه العضية، والامراض المتعلقة بهذا الدرس. ولكن في بعض الحاجات يا اولاد اللي انا محتاج اقولها لك، عايز افتح عينك كده شويه على بعض النقاط الاساسيه المهمه اللي محتاج ان حضرتك تكون عارفها قبل ما ندخل كمان في الدروس. كل ده تحضير للشرح. اول حاجه يا اولاد ان احنا لما نيجي نعمل تعريف لاي عضيه، هتلاقي دايما في الكتاب بتاع الكليه التعريف مقسوم نصين. يعني دايما التعريف بتاع اي حاجه بيبقى نصين. النص الاول بيقول لك هل هي ممبرينس اورجانيل، يعني هل هي تبع العضيات المغلفه، ولا نون ممبرينس اورجانيل. يبقى دايما في التعريف تلاقي في اول كلمه في التعريف بتاع مثلا الميتوكوندريا تلاقي كاتب لك ايه؟ ممبرينس اورجانيل، يعني احد العضيات المغلفه. او الريبوزوم مثلا تلاقيه في البدايه يقول لك ايه؟ نون ممبرينس اورجانيل، يعني احد العضيات الغير مغلفه. فدايما في العضيات لما بنيجي نعمل تعريف، خلي بالك انا بقول لك الاسرار يالا اللي في الكتاب، ركز عشان الكلام اللي انا بقوله لك ده مهم. انا دلوقتي مش بعاملك انك طالب، ده انا بقول لك اللي حاطط الكتاب واللي عامل الكتاب، والكتاب مكتوب ازاي، يعني المعلومات اللي فيه احنا ماشيين فيها بنسق عامل ازاي. ان لما بنيجي نعمل اي تعريف لاي حاجه، في الاول لازم اقول لك هي العضيه دي ممبرينس ولا نون ممبرينس. بعد كده بقول لك الوظيفه الاساسيه بتاعتها، الجنرال فانكشن. يعني انت لو عايز تعمل تعريف لاي حاجه، قول لي في الاول هل هي ممبرينس ولا مش ولا لا، وبعدين حط الوظيفه الاساسيه بتاعتها، يطلع الديفينيشن. تعال نجرب كده. ميتوكوندريا، خلي بالك انا دايما بضرب بيها مثال على اساس ان حضرتك عندك بيها خلفيه قبل كده. لو مش عندك بيها خلفيه فده طبعا معناه ان احنا بعاد قوي يا لطيف يعني، بس احنا خلينا نشوف. فبص حضرتك كده، الميتوكوندريا تعالى نعمل لها ديفينيشن. اول حاجه هتلاقي كاتب لك في الكتاب ممبرينس اورجانيل، يعني عضيه مغلفه. and its general function، ووظيفتها الاساسيه energy production، يعني انتاج الطاقه، او ATP production، يعني انتاج جزيئات الطاقه. ده التعريف بتاع الايه؟ الميتوكوندريا. تعالى ناخد تعريف تاني. الريبوزوم هتلاقي كاتب لك ايه في الكتاب؟ non membranous organelle، يعني احد العضيات الغير مغلفه. and its function، ووظيفته الاساسيه ان هو بيعمل بروتين سينثيسيس، يعني تصنيع البروتين. واضح ان انت دلوقتي عرفت اهو ان انت عشان تعمل تعريف لحاجه، اول حاجه تقول لي هي مغلفه ولا مش مغلفه، وبعدين قول لي ايه الوظيفه الاساسيه بتاعتها. وخلي بالك انا ليه بقول الوظيفه الاساسيه؟ لان العضيات لما ندرسها هتلاقي مثلا كل واحده ليها وظائف كتير، بس بيكون في وظيفه هي الحاجه الاساسيه اللي موجوده او الاورجانيل ده بيعملها. يبقى احنا كده عرفنا التعريف بيتعمل ازاي. بعد كده تعالى نشوف اي حاجه لما تيجي تبص عليها في اللايت مايكروسكوب والالكترون مايكروسكوب، نشوف اصلا هو ايه الفروقات. يعني احنا ليه مثلا بنجيب الحاجه بنبص عليها في اللايت مايكروسكوب، نبص عليها في الالكترون ميكروسكوب؟ ما لو كده كفايه واحد وخلاص، يعني لازم نبص في الحاجتين. او ايه الفايده ان انا عندي نوعين من الميكروسكوبات بنستخدمهم في فحص الانسجه؟ اشمعنى يعني؟
لان كل واحد يا اولاد منهم عنده ميزه وعيب. يعني كل واحد عنده ميزه وعيب، وده برضو عنده ميزه وعيب. ايه القصه بتاعتهم؟ خلي بالك انا بشرح لك، عمال باكد عليك تاني ان جنرال، يعني بنشرح الحاجات اللي هي تخليك تقدر تدخل الماده وانت نفسيتك مستريحه. لكن زي في ديتيلز اكتر من كده دي في الكورس الرئيسي برضو احنا بنأكد عليها كويس. طيب اللايت مايكروسكوب يا ولاد او الميكروسكوب الضوئي، ايه الميزه بتاعته؟ الميزه بتاعته انه بيطلع الصوره الوان. يعني الصوره بتطلع ملونه، يعني بتلاقي النواه واخده لون ازرق، السيتوبلازم واخد لون احمر، الميتوكوندريا مش عارف واخده لون اخضر. ايه ده؟ فالحاجات بتطلع ملونه. طبعا الالوان دي بتخليك تقدر تشوف الحاجات كويس، لان الانسجه بتاعت الجسم اصلا المفروض فيها شفافيه او شفافه. انا لو جبت حاجه من الجسم قطعتها حطيتها تحت الميكروسكوب كده انا مش هشوف كويس. فانا عشان اشوف كويس بنضيف حاجه اسمها ستينز، صبغات. ركز معايا في الكلام المهم ده. يبقى واضح ان اللايت ميكروسكوب الميزه بتاعته انه بيطلع الصوره الوان، وانا عشان اخلي النسيج ملون بضيف عليه قبل ما احطه في الميكروسكوب حاجه اسمها ستين. ستين دي اللي هي الصبغات. هفهمك بعد شويه ايه قصه الصبغات دي. طيب طب ايه العيب بتاع اللايت ميكروسكوب؟ العيب بتاعه ان قوه التكبير بتاعته ضعيفه، يعني لا تتعدى مثلا ال 1500 مره. يعني بيكبر النسيج بس كميه بسيطه، فانت ما بتشوفش الحاجات بتفاصيل واضحه. يعني بتشوف الميتوكوندريا ايه شكلها صغير، ده كده شكلها باللايت ميكروسكوب. يبقى اذا اللايت ميكروسكوب الميزه انه بيطلع الصوره ملونه، فده بيخليني اقدر افرق كويس بين الاشياء. ولكن عشان الصوره تطلع ملونه انسجه الجسم اصلا مش ملونه، ان انا بضيف حاجه اسمها ستينز، الصبغات، وهنتكلم كويس قوي عن الصبغات دي. ولكن العيب اللي في الميكروسكوب ده ان قوه التكبير بتاعته ضعيفه، فما بيخلينيش اشوف التفاصيل كويس. طيب تعالى على الميكروسكوب الالكتروني. ايه الميزه وايه العيب؟ اعكس الاثنين اللي فاتوا. يعني مثلا كان العيب اللي هنا يا اولاد انه كان قوه التكبير ضعيفه، لا هنا بقى الميزه ان قوه التكبير عاليه جدا، بتوصل ل 100,000 وساعات مليون مره، فبيكبر قوي، فبيديني تفاصيل واضحه جدا. فانا لو محتاج قدامي نسيج وعايز اشوف تفاصيل اوضح يبقى عليكوا على الالكترون ميكروسكوب. طب انا دلوقتي عايز اشوف حاجه ملونه يبقى عليكوا على الايه؟ اللايت ميكروسكوب. يبقى حضرتك اللي فوق ده بيطلع الوان، لكن اللي تحت ده بيطلع تفاصيل عاليه. ولكن العيب اللي عنده ان الصوره بتاعته بتطلع ابيض واسود. وبيني وبينك يعني انا بقول لك ابيض واسود لان حضرتك برضو لسه في بدايات العلم، فانا ما برضاش اقول لك المعلومه اللي هي يعني الموضوع اعمق من كده شويه. يعني ايه يا ولاد؟ يعني قدام ان شاء الله في المنهج هنعرف ان الميكروسكوب الالكتروني مش ابيض واسود بالظبط. يعني هو بيطلع شيدز اوف جراي. عارف يعني ايه شيدز اوف جراي؟ يعني بيطلع اللون الاسود واسود خفيف شويه، ورمادي غامق، ورمادي غامق بس مش قوي، ورمادي فاتح، ورمادي فاتح جدا خالص، وابيض. فاهم حاجه؟ اللي هي الدرجات اللي ما بين الايه؟ الدرجات اللي ما بين الاسود والابيض. فهو بيطلع كل الدرجات اللي ما بين الاسود والابيض. لكن في النهايه انت لما بتيجي تبص على الصوره بتحس ان الصوره ما فيهاش الوان. بس انا حبيت اقول لحضرتك انت دايما هتسمع في المحاضرات في البدايه ان الميكروسكوب الالكتروني بيطلع الصوره ابيض واسود. هي مش بالظبط ابيض واسود، هو زي ما انا قلت لك كده انها شيدز اوف جراي، يعني بيطلع اسود واسود خفيف ورمادي وابيض، اللي هو اتجاه من الاسود للابيض، وحضرتك ماشي كده. ممتاز. حضرتك عرفت الفرق ما بين اللايت والالكترون مايكروسكوب. وخلي بال حضرتك بقى الفانكشنز، الوظائف بتاعت العضيات وانت بتحفظها بتكون مرتبها في دماغك على حسب الاهميه. يعني ايه الكلام ده؟ خلي بالك انا عمال اعمل معاك الواجب وبظبط معاك الكلام، بس انت مش واخد بالك من اللي انا بعمله. ياض انت لو رحت ذاكرت هيستولوجي كده من غير ما تسمع الكلمتين دول تلاقي نفسك في الضياع. اللي احنا بنعمله ده دلوقتي عباره عن ايه؟ تاسيس. تاسيس يعني ايه؟ انت حضرتك فهمت هيستولوجي يعني ايه؟ انسجه وخلايا. بنبدا بايه؟ بنبدا بخليه. الخليه دي تبص جواها تلاقي فيه ايه؟ تلاقي اهم حاجه فيها عضيات. العضيات دي تبص عليها تلاقي فيه منها نوعين، في عضيات عليها غلاف عشان خطر، في عضيات بدون غلاف عشان مش خطر. وبدانا العضيات دي عايزين ندرسها، فعشان تدرس اي حاجه من العضيات، شوف انا بختصر لك الكلام في دقيقتين بس بعد ما انت فهمت الكلام اصبح الموضوع بالنسبه لك سهل. وبعدين حضرتك العضيات اللي احنا بندرسها دي عشان تدرس اي واحده منهم لازم في الاول تعمل لها تعريف، لازم نشوف شكلها في اللايت ميكروسكوب اللي هو الميكروسكوب الضوئي اللي بيطلع الصوره قوه التكبير بتاعها مش قد كده بس بيطلع الوان. وبعدين الميكروسكوب الالكتروني اللي بيطلع التفاصيل حلوه بس الصوره ابيض واسود، او يعني لو انت راجل كده محترم شيدز اوف جراي. بعد كده قلت لك ان انت لما تيجي تحفظ الوظائف بتاعه اي حاجه لازم تحفظها مرتبه مرتبه على حسب الاهميه. يعني افرض ان في حاجه ليها 5 وظائف، خليك دايما وانت بتحفظ، انا طبعا في المذكرات ببقى حاطط لك بالاهميه عشان طبعا مش عايز اعتمد على سيادتك، لان يعني مش هنتكلم في الموضوع، اوضح الموضوع ده فيما بعد. لكن عموما يعني الفانكشن المفروض ان احنا نرتبها على حسب الايه؟ بنرتبها على حسب الاهميه. ليه؟ علشان امتحانات الريتن لما يكون عندك امتحان مثلا كتابه، يعني انت اللي هتكتب الوظائف،
الحساب الاكتر في الدرجات بيكون على الحاجه الاهم. يعني ما ينفعش مثلا يجي لك في الامتحان الميتوكوندريا مثلا ليها 3 وظائف مثلا، وبعدين جه في الامتحان قال لك اكتب وظائف الميتوكوندريا، فانت كتبت 2 ونسيت تكتب انرجي برودكشن. لو انا هتاخد صفر يا جدع. ده هي الميتوكوندريا معروفه، اي واحد ماشي في الشارع جيت تقول له ايه الميتوكوندريا دي، اقول لك بتاعه انتاج الطاقه. انت مش كاتبها لي، عمال تكتب لي الوظائف مي بي بلاي رول ان، يا عم انت ما بتالفش. فلازم الفانكشنز وانت بتحفظها تكون بتحفظها على حسب الاهميه، عشان حضرتك في الامتحان تبقى بترتب الحاجات كويس على حسب الاهميه، لان ده بيفرق مع المصحح في الدرجات. طبعا يا اولاد الكلينيكال نوتس زي ما قلت لك اللي هي الامراض المتعلقه بكل درس. انا عايز اقول لك على حاجه، انت عارف احنا ليه بندرس الدرس؟ علشان الكلينيكال نوت. يعني انا ليه بقعد اشرح لك واقول لك والميتوكوندريا بتعمل وبتسوي والريبوزوم عمال يعمل؟ عشان اقول لك في الاخر بقول لك ايه، تعال نفكر مع بعض لو الميتوكوندريا باظت ايه يحصل؟ ايه المرض اللي هينتج؟ تعال نفكر مع بعض لو الريبوزوم ده باظ اللي هو بيصنع بروتين، ايه اول حاجه في الجسم ممكن تخرب او تبوظ؟ ونقعد نفكر مع بعض. فدايما في نهايه كل درس بيكون من الحاجات الاساسيه والنقاط المهمه جدا هي الكلينيكال نوتس اللي هي الامراض المتعلقه بالدرس. معلش في فكره كده واحنا شغالين قابلتنا، بس احنا ما رضيناش نعلق عليها عشان حضرتك ما تتوهش مني، بس انا محتاج اعلق عليها دلوقتي. عايزين نتكلم شويه عن الستينز، الصبغات. طبعا مش هنتكلم بالتفصيل ولكن هنقول بعض المعلومات المهمه في الستينز.